الأجمل من الرضا عن النفس، الأجمل من الرضا عن التاريخ هو إنك تشارك في صناعته. مفيش أجمل من إنك تشارك في صناعة الدولة. 3 أيام في حياتي ما قدرتش أنساهم. 3 أيام الناس كلها ما قدرتش تنساهم. 3 أيام كان فيهم شعور مشترك، خليط من الخوف والقلق والحب. كنت بحبه كأنه والدي، رغم إن تاريخ سنين بينا ما كانش كبير. 3 أيام بيلخصوا حكايتي معاه مع الخليفة عبد الرحمن الباشا. أول يوم كان الأول من ربيع الأول سنة 300 من الهجرة. في اليوم ده مات الأمير عبد الله حاكم الأندلس. القلق ده بموته، بس هو أصلا كان موجود. القلق وقتها كان الوباء الأول اللي بيضرب خطهم. المتمردين بيزيدوا والقصر بيضعف، والقصر هو اللي بيحميه، والعين ما تقدرش تغمض غير لو موجود اللي بيحميه. وفي نفس اليوم رن الخبر في البلد زي أول شعار نور في الفجر. المنطقة إنه شاب والبلد بتضيع، المنطقة إن القلق يزيد. بس الأمل في عيون الناس في عيوني كان لأن في عيون شيء من دعواتي. مع أول طلعة فجر بدأ كل شيء منطقي. بعث بيا أنا وكل رسل القصر لكل المتمردين في كل نواحي الأندلس: أنتم من أهل الأرض إن عشتم كما نعيش، ولكم من خيرها ومن خيرنا. أما إن نسيتم شراكة الأرض فانعدام المشترك لا يجعل إلا أن عليكم الحرب. كنت بقولها وسمع صوته، كنت بقولها بقوته وحلم وذكاء، كنت بقولها وأنا قدامي بتطلع ليا أو ليه أو للقبر أو لصنع القدر. المهم إن الجارة قوى خوف معظم المتمردين، وخضوعهم خلى عيون قرطبة كلها تنام وهي بتحلم بشيء واحد، بتحلم بتوحيد الأندلس. وبعدها مهما كان يحصل، الخبر الوحيد هو إن البلد كلها حلم، وزعيمهم حلم معاهم وقابلهم. وبين إخضاع المتمردين أو محبتهم لسنين طويلة، كان في شيء واحد متأكدين منه كلنا، هو إننا كلنا في يوم من الأيام هنقدر نشوف الحلم ده بيتحقق. وفي قمة زهو الحلم الجميل كان موجود اليوم الثاني، بالتحديد سنة 316 من الهجرة. كان كل شيء في الأندلس جميل، كل شيء طلع العين والقلب. كان كل شيء في الأندلس لازم تغيره في أسامه. كانت مكانته في قلوب الناس بتزيد مع كل يوم في حكم، مع كل زهرة في مدينة بتزيد، مع كل كتاب بيتحط في كل مكتبة في عهد، مع كل نسيم جميل بيتنفسوا أهل البلد وبيبتسموا للرضا. كان لازم يقدروا يوفقوا. وفي اليوم ده أخذ واحد من أصعب القرارات في حياته، بس كان قرار يناسب قوته. كانت الرسالة على لساني أخف من أي مرة. كنت مبتسم وسعيد وقلقان بس ناسي القلق. طفت بيها في كل مكان. كان أسعد شيء في حياتي هو إن أقول على لسانه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فأنا أحق من استوفى حقه، والحمد لله ولي النعمة والإنعام بما أنعم به. وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين، وخروج الكتب عنا وردها علينا بذلك، إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل لنا ودخيل فيه ومتمم بما لا يستحقه. وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه واسم ثابت أسقطناه. من دلوقتي الأمير عبد الرحمن الثالث بقى خليفة عبد الرحمن الناصر دين الله. من دلوقتي الخلافة الأموية رجعت تاني الأندلس. من يومها والخوف بيخاف يمر على أبواب قرطبة. بس في اليوم الثالث من مدينة شمسان الخوف مر على أبواب قرطبة لأول مرة من 50 سنة. كنا بنحس من قوته الحماية مش الخوف. كنا بنحس من ابتسامة التفاؤل مش الاستهتار. كنا بنحس منه كل شيء جميل. يومها مات الخليفة عبد الرحمن الناصر. بعد 50 سنة وصلت فيهم الأندلس للقمة في كل شيء: ثقافة وفن وعلم وعمارة، علاقات سياسية واحترام من كل البلاد، سلام وأمان وازدهار وثراء بلا حدود. قبل وفاته كتب بخط إيده إن طول ال 50 سنة مدة حكمه لم يفصل باله غير 14 يوم بس. أما أنا نسيت أخد بال بعد ما مات. بس كتير بنسى إنه مات. الناس اللي زي الراجل ده مش بتموت. بحس إنه موجود في جمال الأندلس، في رضا عيوننا وابتسامتها. بحس إنه موجود في العبرة اللي بيتعلمها كل حاكم بيجي بعده. بحس إنه موجود في كل حد بيسمع حكايتي وبيشوف في خياله معنى كلمة رب، بيشوف في خياله معنى كلمة حياة.